القناة اللي بتفتح لك باب الفلك وتخليك تشوف حياتك من زاوية جديدة. ولو دي أول مرة لينا معاك، ما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان توصلك توقعات برجك أول بأول. توقعات برج الثور الأسبوع الأخير من أغسطس. الحب. يا برج الثور، الأسبوع الأخير من أغسطس بيحمل لك أجواء فيها شوية دفء وفي نفس الوقت شوية ارتباك. لو أنت في علاقة، ممكن تلاقي نفسك بتسأل أسئلة كتير جواك. هو الشريك فعلاً فهمني؟ هو بيدعمني زي ما أنا محتاج؟ مش معنى الأسئلة دي إن في مشكلة كبيرة، لأ، دي مجرد رغبة منك إنك تحس بالطمأنينة أكتر. الكواكب بتقولك إن الأسبوع ده مناسب جداً للمصارحة، يعني لو في حاجة مضايقاك قولها لكن بهدوء ومن غير اندفاع. ولو أنت سنجل، في فرصة لمقابلة شخص جديد ممكن يخطف انتباهك من أول لحظة. لكن خلي بالك، مش كل اللي يلمع دهب. خليك صبور وما تستعجلش في الحكم، لأن الانبهار الأولاني مش دايم، وإنت محتاج حد يكون ثابت ومستقر زيك. العمل. في الشغل، الأسبوع ده بيبان عليه إنه مليان تفاصيل ومسؤوليات. ممكن تحس إنك غرقان في مهام صغيرة بتستهلك وقتك، بس صدقني التفاصيل دي هي اللي هتفرق في صورتك قدام مديرينك أو شركائك. برج الثور معروف إنه عملي وصبور، وده وقتك عشان تثبت الميزة دي. لو في مشروع أو خطة جديدة ممكن تحس إنها مش ماشية بالسرعة اللي كنت متوقعها، هنا الكواكب بتنصحك ما تستسلمش لليأس. بالعكس، اعتبر التأخير ده فرصة تراجع وتظبط التفاصيل. كمان ممكن يجيلك دعم من شخص أقدم منك أو عنده خبرة كبيرة، فخليك مستعد تسمع النصايح. المال. من الناحية المالية، الأسبوع الأخير من أغسطس فيه رسائل واضحة ليك. خلي بالك من مصاريفك. في إغراءات كتير حوالين برج الثور دلوقتي، سواء عروض شراء أو حاجات نفسك فيها من زمان. بس نصيحة الفلك، مش كل حاجة تستاهل إنك تصرف عليها. حاول تركز على الأساسيات وحافظ على فلوسك، لأن الفترة اللي جاية في شرب يتنبر ممكن تحتاج استثمار أو دفع مهم.